لكن بالنسبة لمباراة النصر والشباب، طبعا النصر الآن يعيش مرحلة جدا فيها عدم اتزان بسبب مدربه. والعجيب أنه اليوم في المؤتمر الصحفي مدربه السيد داسيلفا يقول النصر متعثر الآن أو كبوة. لا يا أخي، النصر الآن يعيش كوارث بسببك أنت يا داسيلفا. واعتقد يعني انه وجود داسيلفا هو قال اتقبل عتب الجماهير النصراويه، لكن الجماهير النصراويه ما هي متقبله وجودك اساسا انت يا داسيلفا. انا اقولها لك بامانه، وجود داسيلفا غدا في دكه الاحتياط هو استفزاز كبير لمشاعر النصراويين، ووجوده خطأ كبير. يعني رجل خلاص ماشي. الإدارة النصراوية ما علقت على هذا الموضوع ولا حتى ردت على الغضب الجماهيري، لأنها هي سبب المصائب اللي قاعد يصير للفريق الآن. فريق مصروف عليه أكثر من 600 مليون ينهزم بالأربعة وترتيبها ويخسر السوبر بالشكل المأساوي هذا. والمشكلة واضحة، مدرب لا يملك أي شيء، مسك فريق كبير، وهذه مشكلة. وجود داسيلفا غدا هو استفزاز مباشر للمدرج النصراوي، استفزاز متعمد. أتمنى إن شاء الله أنه المدرب ينتهي عقده ويبحث النصر عن مدرب جديد، لأنه في حالة عودة حصول النصر على مدرب بإمكانيات ممتازة تأكد أن النصر قادر على أنه يعدل وضعه الفني. نعم. يعني مدرب الآن خسر معه السوبر، خسر معه كأس الملك، الآن حظوظه أصبحت صعبة. نعم. في الدوري، وما تدري عنه وش بيصير بكرة في كأس الولايات. حقيقة نعم. مدرب جدا وجوده استفزاز كبير للمدرج النصراوي، وهذا خطأ يتحمله طيب بلا شك رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بإصراره العجيب والغريب نعم. على استمرار المدرب حتى اليوم. شكرا.